لقاء ومقابلة مع العقارب والتعابين. فجأة حسيت إني تايهة، مش عارفة جاية منين ولا عارفة رايحة فين. ربنا وحده هو المهم. ازي حضرتك عامل ايه؟ النهارده حاليا اهلا وسهلا. أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ الشغلانة متعبة دي أوي. لا والله متعبة ولا مرعبة؟ لا ولا متعبه ولا هي شغل بسيطه جدا. بسيطة إيه؟ إحنا بنتكلم في تعابين وعقارب وحاجات كده. لا انت لسه حاجه ما فيش حاجه بسيطه اللي جوه. اتفضل. هو أنا شايفة هنا في القفص في حاجات، بس دي طيور بس صح؟ لا دي بعض انواع الطيور موجوده هنا عندنا، لكن في انواع ثانيه كتير جدا موجوده. هم. وهنشوف حضرتك كل انواع الزواحف في الوقت عامه على مستوى العالم كله. أنا عارفة إن جوه في مفاجآت. لا مفاجآت كتير ان شاء الله. أخدت المهنة حضرتك من الوالد؟ هي وراثه ابا عن جدا، توصلوها عن طريق الاجداد. ها. طريق ابراج ومواليد ابراج وجد ابراج. ده كلهم تخصصوا في مجال الزواحف. بس برضه مجال صعب، أنا شايفة إن هو مجال صعب. الموضوع بسيط جدا، بس ده حضرتك ان شاء الله على الله يجيب حضرتك جو الاخر وحضرتك تاخد فكره عن الزواحف والانواع الموجوده في مصر واللي خارج مصر ان شاء الله. بس الزواحف معروف انها حاجه يعني مرعبه. ابسط حاجه اللي نعرفه عن التعابين انها سامه، انها بتلدغ، انها بتعض. عندنا حضرتك بصي حضرتك في مصر عندنا 30 نوع من انواع التعابين المصريه، منهم 6 بيموتوا و24 غير سنه خالص. لا ده رقم كويس. كل الناس عندها خلفيه ان التعابين بتموت. هم. يعني كل الناس عندها نظريه ان اي تعبان بيموت، لكن احنا عندنا هم 6 بيموتوا موجودين. وعامة المزرعه دي بتاعتك انت والوالد الله بتاع الوالد وبتاع الاخوات الموجودين كلنا ان شاء الله. دي عامة بتاع العيله عامة كلها. بس انا عارفه كمان انه مش بس هنا يعني مزرعه زواحف وحيوانات، لكن كمان بيتصور افلام ومسلسلات هنا. مسلسلات وافلام، وعندنا في المزرعه الصحراء اللي برضه كان عندنا وقت. اه. فيها مزرعه كبيره جدا وفيها بعض الحيوانات دايما بنحاول بنعمل افريقيا جواها حديقه مفتوحه. بحيث يبقى يشمل كل انواع الزواحف والحيوانات الموجوده في العالم كله. خلينا نتكلم اكتر على ارض الواقع. اتفضل. تعالى نقعد ونشوف ايه الحكايه. اتفضل يا حضرتك. بالزواحف بشكل عام. هي عامة أبو رواش هي كانت الأجداد نفسهم زمان كانوا بيصيدوا التعابين للأكل نفسه، ما كانوش للتجارة أو للكده. للأكل نفسه، إن هم ياكلوها. فلما دخلت معمل مصل واللقاح ودخلوا الباحثين ودخلوا إن هم يستخرجوا السموم، دخلوا أول حاجة على الأبراج لأن هم كانوا يعرفوا إيه التعبان اللي يسمى من غير سم عن طريق الأكل نفسه. خلاص ابتدوا يعرفوا. فدخلوا هم كتصنيف. كان يعرف ايه الانواع اللي ينفع ياكلها وايه لا. بالظبط كده. فدخلوا كتصنيف لقريه ابراج. فاصبح طبعا ابراج نفسها هي المصنفه الوحيده على مستوى يعني مصر كلها ان هي تصنف انواع الزواحف في السامه من غير سامه للباحثين عامه لمعهد مصر واللقاح لوزاره الصحه بنورد كليات والجامعات طب بيطري صيدله علوم. بس الكلام ده يعني الكلام ده بالنسبه للباحثين، بالنسبه للصيادله زي ما حضرتك بتقول، بس اللي دي مش مهنته. يعني اللي مش اطباء يعرف ازاي السام ولا مش السام؟ قريتوا عنه مثلا؟ لا حضرتك احنا عندنا هنا في مصر عندنا 30 نوع من انواع التعابين. ال 30 نوع من انواع التعابين دول منهم 6 سامين، 6 بيموتوا. ال 6 سامين دول طبعا يعني تقدر تقول حضرتك موجود منهم في البحيره، موجود منهم في سينا. عرفت، بس يعني انا سؤالي بس اتفضل. يعني حضرتك عرفت منين؟ او الوالد، لان انت واخد المهنه عن الوالد وقبل كده الجد كمان، عرف منين؟ قرا عنها ولا لما كان لا هي من الاجداد نفسهم. اصبحت من الاجداد نفسهم عرفنا ايه الموجود في الصحراء المصريه عامه، مش اي مكان في الفيوم في البحيره سينا في الواحات في الخارجه في الداخله. انت بتصطاد منين صحيح؟ من كل انحاء مصر. وبنستورد من كل جميع دول العالم برضه. يعني بيبقى موجود فين مثلا؟ في الصحراء؟ موجود في الصحراء، موجود في الزراعه، موجود منهم انواع موجود في الزراعه، منهم موجود في الصحراء. دي كلها الموجود الزواحف عامه على مستوى مصر عامه. طب حضرتك قلت لي انه في الاول كانوا بيصطادوا التعابين علشان الاكل. هل ده وقتها لانه مثلا البلد كانت فقيره؟ مفيش خالص، كل حاجه يعني كان وسيله الاكل والشرب للمعيشه في ابراج كانت صعبه جدا. يعني ما كانش في اي حتى يعني
يعني حضرتك ابطال براش ما كانش تمتاز باي حاجه خالص، غير ان هي كانت قريه بسيطه وكان بيحطوا النيل من كل مكان، حتى ما كانتش ارض حتى تصلح للزراعه. فكان ما فيش وسيله اكل وشرب انهم ياكلوا الزواحف عامه يعني. واخذ بقى الوالد المهنه، طبعا الاجداد نفسهم تدخلوا الباحثين والحمد لله عمليه تطورت لكليه العلوم ومعمل مصر واللقاح والباحثين، وابتدينا نصدر بره تصنيف في جميع دول العالم. شكرا قوي. اتفضل يا فندم. شكرا، تسلم. الحمد لله يعني دخلنا في كل، تقدر تقولي في كل انحاء العالم بقى لنا اسم، ونعرف ازاي نصنف انواع التعابين السامه اللي موجوده في مصر واللي خارج مصر، وبنورد لمعمل مصر واللقاح سموم، بنجيب نستوردهم سموم من بره ونورد لهم التعابين ونحلب لهم التعابين في معمل مصر واللقاح نستخرج منها السموم. لا استنى عليا واحده واحده. الاول انت من سن كام بقى نزلت مع الوالد تصطاد تعابين؟ من سن 4 سنين 4 سنين 5 سنين. بس ده صغير خالص يعني. ما احنا عندنا حضرتك هنا اللي بيتولد بيقول انا عايز تعبان، عايز زحلفه كده، عايز حربايه، ما عندناش حد يقول لك عايز عروسه وعايز لعبه العب بيها وكده. هي دي اللعبه؟ والله عندنا الاطفال كلهم كده يعني عامه يعني. يعني انا عندي الاولاد برضك يحبوا الزواحف ويحبوا التعابين، لان هم ملتمسين بالشيء نفسه، يعني عارفين ايه الشيء نفسه، يعني ايه في حب، بيحبوا التعبان، يحبوا كده. بيحبوا فيه ايه بس؟ يعني دي حاجه معروف انها بتعض، بتلدغ، بتموت. هو عامه يعني كل واحد بيتوارث المهنه نفسه عن طريق الاباء. فانا عندي اطفال يعني هم يحبوا التعابين، ما يحبوش مثلا يروحوا ملاهي، ما بيحبوش يتفسحوا شمال، مش عايزين كده، عايزين يعني ايه يطلع، اخدهم اطلع في الصحراء، اعرفهم ايه الانواع اللي موجوده في الصحراء. في الاول كنتوا بتصطادوا التعابين وعاملين بيها هنا المزرعه؟ ابتدينا نعمل معارض، عملنا معارض في الغردقه، عملنا معارض في شرم الشيخ، عملنا معارض في اسوان، والحمد لله ناجحه بطريقه يعني. معارض لانواع التعابين؟ معارض لانواع التعابين لتعريف الزواحف المصريه الموجوده في مصر. بالنسبه للسياحه وحيوانات وحاجات زي كده، حطينا برضه الحيوانات الموجوده في مصر، منهم الثعلب والديب والحاجات دي كلها، حاجات البريه عامه يعني. حطيناها برضه في المعرض. قلت لي التعابين نفسها بتطلعوا منها السم؟ بنستخرج منها السموم اللي معمل مصل واللقاح. المصل واللقاح هم اللي بيعملوا ده؟ الباحثين ولا انتوا اللي بتعملوا ده؟ احنا اللي بنستخرج احنا الباحثين مجرد ان هو ياخد السم ان هو مثلا يستخدمه في الادويه او يستخدمه في العلاجات العاديه، لكن احنا بنستخرج السم نفسه من التعبان بحيث ان احنا معمل مصل واللقاح يبتدي بقى يستخرج منه. تستخرجه ازاي؟ السم الاول بيبقى موجود في النبات، موجود في النبات، بنستخرجه عن طريق بيكر، في بيكر كده، وبنحط بالون بتاع ازاز على البيكر، وبنمسك التعبان يعض كده، يحلب يخرم يمسكوه من راسه؟ فيخرم البالون بتاع البيكر ويبتدي يفضل نقطه السم. هو يبخ بقى السم بتاعه بالظبط كده في البالون ده. انا ممكن اوري حضرتك كل حاجه عملي حاليا يعني. انا مرعوبه من العملي ده بصراحه. لا تشوف حضرتك كل حاجه بالطبيعه ان شاء الله. ايه اشهر التعابين وانواعها اللي موجوده في مصر؟ والله اشهر التعابين في العالم كله الكبرى مصريه. هو يتخاف من التعبان الطويل ولا القصير ولا الطول ملوش دعوه؟ لا ملوش دعوه. طب ما في طريشه حضرتك طولها بالظبط بتاع حوالي 50 سم. احنا عندنا من الطريشه دي هنا في مصر؟ موجوده الطريشه منتشره في عامه في الصحراء الغربيه عامه كلها. الطريشه دي بيبقى ليها قرنين؟ لها قرنين، في منها قرنين وفي منها من غير قرنين. ودي سامه جدا جدا جدا، بس تموت بعد ايه؟ بعد 3 4 ساعات 5 ساعات ممكن تموت، لكن الكبرى خلاص يعني تلت ساعه نص ساعه كتير قوي. فعشان كده وسائل النقل عندنا صعبه جدا يعني. يا ستار يا رب. لان يعني احنا ما عندناش المصل منتشر في مستشفيات مصر بحالها، هي عندنا في الدمرداش بس. فلو عندنا في مستشفيات مصر بحالها كان هيبقى حاجه كويسه. علشان كده الرمز بتاع الصيدله اي صيدليه الرمز بتاعها الكاس وعليه التعبان. فدي، لكن احنا ما عندناش يعني ايه، المفروض يكون في كل صيدليه او كل مستشفى يكون متوفر فيها المصل عامه. بحيث ان اي انسان يعضه في البحيره، عضه في القاهره، عضه في اي محافظه يبقى يلاقي المصل ان هو يتعالج منه بسرعه يعني. هو في ناس يعني زينا كده عاديين يعني مش باحثين ولا اطباء ولا كده بيشتروا تعابين كتير جدا. احنا عندنا هوايه كتير جدا. يحبوا يعني يقتنوها في بيتهم؟ يحب يقتنوها وبيحب يلعبوا بيها، ومنهم من اللي بيغير كل اسبوع تعبان عندنا هنا، كل اسبوع عايز تعبان شكل. بغير عربيات. وبنت حضرتك عارفه يعني لما تخش في مجال الزواحف يعني تحس ان هو مجال يعني ايه، يعني بيبقى احسن من يعني مجال يعني طيب، يعني التعبان نفسه بيحس بالانسان اكتر من البني ادم نفسه. ازاي بقى قول لي؟ يعني اقول لحضرتك احنا عندنا التعبان اثناء ما انا بحط. شكرا الاول بس على الشاي. انا عندنا التعبان اثناء ما انا بحط له اكل وهو بيعرف امتى انا عايز احط له اكل. هو بياكل ايه الاول؟ في منهم بياكل الفئران، منهم بياكل الفراخ، بس الفئران اللي هي الموت اللي هي بتاع التجارب اللي هي البيضه. في منهم بياكل فراخ، بياكل ارنب، بياكل سمان كده. بعض الانواع كل اللي بتاكل انواع مختلفه يعني. اما في الطبيعه بياكل ضفدع،
بس كلها حاجات يعني حيه، يعني مش كلها حاجات حيه. ما ياكلش مثلا لازم ياكل، لان ما ياكلش. احنا عندنا التعابين عامه حضرتك كل الناس واخده فكره ان التعابين بتشوف الطبيعي. احنا عندنا التعابين في كل انواع العالم بتشوف اشعه تحت الحمراء. يعني هي ما بتشوفش الانسان زي ما انت حضرتك شايفين بعضينا، هي بتشوف الانسان من الداخل، بتشوف الدوره الدمويه. تحس بخوف يا استاذ محمد؟ التعبان؟ التعبان ما بيحسش بخوف، بيحس بخوف اللي هم التعابين اللي غير سامه. اللي غير سامه؟ غير سامه. اما السام عارف قدرته، فبيواجه الانسان واثق من نفسه. بالظبط كده. فبالتالي لازم تسيب المكان اللي هو فيه تعبان السام خالص. اما التعبان انا عارفه كمان انه جوه عندك عقارب وعندك حاجات كتير. عندي كل انواع التعابين طبعا الموجوده في مصر واللي خارج مصر. عندي الاناكوندا، عندي انواع البايتون. الاناكوندا موجوده؟ عندي اناكوندا موجوده. مره في فيلم سينما امريكاني اللي هي قد كده كبير قوي. طب بس احنا ما عندناش حجم الكبير ده. احنا عندنا حجم صغير. المصريه حجمها ايه؟ يعني ما عندناش في مصر، هي جايه برضك، انا جايه من امريكا. دي برضه مستورده. احنا ما عندناش اناكوندا في مصر، وما عندناش عيله البايتون عامه، دي مش موجوده في مصر عامه. طب بص، انا هصرحك بالحقيقه، انا عايزه ادخل واشوف، بس انا مرعوبه موت. لا والله ما تخافيش، ان شاء الله كل حاجه موجوده في المكان بتاعها، وحضرتك هتاخدي معلومات كافيه عن كل انواع التعابين اللي هي موجوده في مصر واللي خارج مصر، ومفيش اي ضرر خالص بالنسبه لنا. ربنا يستر. لا ما تقلقيش ان شاء الله. يلا بينا. اتفضل. التماسيح الاول اوريك حاجات كده صغيره في التماسيح، يعني حاجات كده متر ونص، 2 متر، 2 متر ونص. صغيره يا استاذ محمد؟ ما هو ده الصغير عندنا. في حاجات متر طبعا صغيره موجوده. استاذ محمد بتجيب التماسيح منين؟ بجيبها من اسوان، من بحيره ناصر. بتبقى الاطوال قد ايه تقريبا؟ يعني الاطوال انا بجيب من متر، وفي حوالي تصل لحد 8 متر موجودين. ده حاجات حضرتك في حاجه عندك بتبدا من متر عندك لحد 2 متر ونص. دول ولادهم بقى الصغيرين؟ لا دولك مش دولك مش صغيرين. الاولاد الصغيرين بيبقى يعني عمره يعني 30 سم كده. ده لسه مولود 30 سم؟ التمساح المتر ده مثلا عمره مثلا 5 سنين. لان التمساح هو بياكل ايه؟ في ايه في الميه ده؟ ده فيش بتاعت اجمال. لانه بيحب الحاجه اللي عايمه على وش الميه عامه يعني. بس هو هادي يعني ما بيتحركش. هي كل انواع الزواحف عامه ذوات الدم البارد، يعني حركتها بتبقى قليله جدا، يعني ضعيفه الحركه، بس بتفهم. بس بتوع بحيره ناصر دول بيبقوا مرعبين قوي. هو مرعبين جدا، لان بتعرف حضرتك يعني ايه دي يعني خلاص حاجه واخده على الشراسه، لكن ده حاجه خلاص بقت بريدنج. يعني حاجه خلاص عرفت ان هي في اسر وعرفت ان هي موصوره، فبالتالي تبقى خلاص يعني حركتها يعني ضعيفه جدا الحركه. طب التمساح لما يكبر بقى عندك شويه كده اطول من متر، بيفضل عندك هنا ولا بتوديه في حته ثانيه؟ انا عندي بودي حضرتك الحيوانات، وبودي المعارض عندي في الغردقه واسوان كده. لكن في حد بيشتري تمساح؟ كتير جدا، هوايه جدا في التماسيح. انا اعرف الناس تربي قطط، تربي حاجات كده، لكن هو حضرتك كل واحد عنده هوايه، بس هي تعرف حضرتك هوايه الزواحف عامه يعني ايه، هوايه غريبه شويه، غريبه ان مثلا تلاقي واحد مثلا عنده تعبان، عنده مثلا واحد عنده يعني قطه منتشره، كلب منتشر، لكن تعبان هتلاقي كده. ما هو القطه او الكلب انا هعرف اكلهم اي حاجه، لكن مثلا تمساح في البيت ياكل ايه؟ ياكل فيش، ياكل حاجه صغيره. الناس بتاخده لحد مثلا ما يتم مثلا عندها لحد متر، وبعد كده بتجيبوا لنا بتاخد حاجه بداله كده يعني. انت هنا منيمه على قش كده او حاجه؟ عشان بس الشتاء انت عارف الايام دي الجو ساعه لكن في البيوت؟ في البيوت عاديه؟ لا بنحطه في حوض ازاز. تعالي اتفضل حضرتك. لكن ديله او كده ما يخبطش الحوض؟ لا ما يحصلش اي حاجه خالص. اتفضلي يا استاذ. هنشوف ايه جوه يا استاذ محمد؟ هوريكي بعض الزواحف وبعض الحيوانات، هنشوف حاجات جميله جدا يعني. ومرعبه جدا. لا مش مرعبه خالص، ولا حاجه بسيطه خالص. ده نوع من انواع الوز اسمه الوز الفرعوني، نوع من نادر جدا. هو يعني ايه وز فرعوني؟ يعني شكله مختلف عن الوز الثاني؟ لا ده كان بيستخدموه الفراعنه كالطراز. وده مرسوم من علامه الفراعنه في الاحجار والحاجات دي كلها. وز نادر جدا 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 يعني. كنوع من انواع الوز النادر، الحاجات النادره جدا يعني. وفي هنا هتشوف في الغزال اللي اسمه غزال اوروبي، هذا طبعا من انواع الغزال، بس الحاجات اللي نادره شويه يعني. ده الغزال الغزال الاوروبي. ده مش من مصر، بس هو اتعمل منه مزارع في مصر هنا من حوالي مثلا 10 سنين، وانتشر في مصر بحالها عامه. لكن هو اصلا يعني بلده فين؟ بلده بيجي من اوروبا، بيجي من ايطاليا عامه. ايوه شخصيه كرتون. لا هو بس بيكبر عن كده خالص، يعني بيوصل حجم لحد 70 كيلو 80 كيلو. يعني اعلى من كده؟ اعلى من كده بكتير. دي لسه يعني عمر 7 شهور لسه، حاجات لسه صغيره بيبي يعني. هنشوف نعام؟ عندك نعام؟ عندي نعام وعندك شوف كل انواع التعابين دلوقتي، بس لا اصبر واحده كده بالراحه. طب نشوف النعام الاول لو سمحت.
ده النعام الافريقي، ده بياخدوه الاكل عامه، هو بيتم منه مزارع في مصر بحالها معمول الاكل. معروف طبعا لحم النعام يعني مش لحم مشهور يعني عامه يعني. وهي صحيح انها تدفن راسها في الرب؟ لا دي مقوله، هي بتدفن راسها في جسمها نفسه. يعني لكن ما فيش مقوله ان بس لطيفه يعني لو قربنا منها ولا الهواء ولا تمشي اي حاجه خالص، ده لذيذ جدا يعني، لو في اي حاجه ممكن ياكلوها. هي خايفه مننا، هي خايفه، هي مستغربه الموقف نفسه، مستغربه العمل نفسه، لكن هي عادي، هي اساسا هي دي بيكبر جدا. وزنها كده ولا ممكن لا تبقى دي بتوصل لحد 200 كيلو 250 كيلو النعام، توصل حجم كبير جدا. بتعلى كم يعني؟ بتعلى يعني ممكن تجيب 2 متر ونص بالرقبه بتاعتها وكل حاجه. بيعمل ايه هنا ده بنحب يعني نجمع اي انواع من انواع الحيوانات كلها عامه يعني. اتفضل. ده اسمه القرد البابوني. ده البابوني. ده اسمه قرد النيل اساسا، ده بيعيش في خط افريقيا. عادي جدا. بياكل موز برضه ولا بياكل موز، ياكل تفاح، بياكل حاجات زي كده، لب زداني. عمره قد ايه ده يا استاذ محمد؟ ده عمره مثلا 5 سنين. يعني لسه صغير برضه، لانه معمرات جدا يعني بيوصل لحد 20 سنه 25 سنه. الورود عامه. لكن هو بس واحد بس اللي عندك؟ هو واحد بس اللي عنده. اكبر من كده؟ انا عندي عامه اي يعني بقلب على طول يعني، لان التجاره يعني الواحد فيست لو بتشتري قرود برضه؟ كتير كتير جدا يا فندم طبعا، يعني غير حديقه الحيوانات في قريه الاسد، في قريه افريكانو. يا طريق اسكندريه الصحراء طبعا، دي كلها بتشتري انواع الحيوانات، كلها انواع القرود كلها يعني. حدائق موجوده في مصر كميات كتير جدا، الناس بتشتري وناس هاويه وغواي. وحضرتك انا اخدك معاك قرد تمشي عند حضرتك. بص احنا ضحكنا كتير بقى، تعالى ندخل على اوضه الرعب. اتفضل. الرعب زي ما بيقولوا. اتفضل انت. لا ابدا اتفضل. تعالى اتفضل حضرتك. بتقفل ليه؟ لا ده مش بترعب. اتفضل حضرتك. دي اسمها الهورن فايبر، اسمها الطريشه. دي الطريشه طبعا، هو قايل الطريشه وكلام الطريشه، وكل الناس اللي بتتكلم عن الطريشه طبعا. دي بص اللي ليها قرنين كده زي الاساطير لما كانوا طلعوها كبيره قوي ايوه بالظبط كده، بس هي طبعا كل المعلومات ان الطريشه بتطير ومش بتطير ده كله كلام كذب في كذب طبعا. لان طبعا هي طبيعه يعني ايه الزواحف عامه، عارفه يعني احنا تورثناها من الاجداد نفسهم. من اللمس من الاجداد، من المشي، عرفنا بقى خلاص ايه الاشاعات اللي بتقال. يعني مثلا في تعبان اجداد كانوا يقول مثلا ايه، ان في ناس تقول لك التعبان دي جوهره وعارفه وشفت تعبان 10 متر و20 متر. طبعا الكلام ده كله كلام. لا مش هو في تعابين طويله كده؟ في تعابين احنا عندنا في مصر هنا، هي بتمتاز الكبرى المصريه بس دي اطول حاجه وبتوصل لحد 2 متر ونص. ده الطبيعي بتاع الزواحف عامه. اما هي دي دايما لونها اصفر كده، لون الرمل. هي طبيعتها بلون الجبل، تبقى لها رون كده بتدفي نفسها. الورون دي بتطلعهم زي حبايه القمح، عشان بتلعب نفسها كده زي عشان الفار يجي ياكلها، تروح ماسكها على طول. يا سبحان الله، دي تبعت. اتفضل حضرتك. هنا في ايه؟ اتفضل. هنا كده هفرجك على كل حاجه ما تلاقيش، هتشوفي كل انواع التعابين. دي بومه. دي اسمها البومه المقرنه. ليه اسمها مقرنه؟ بقرون يعني، لها قرون في رقبتها، ودي من الحاجات النادره جدا عندنا في مصر. بيسموها يعني البومه الفرعونيه، لان بتعيش في المقابر الفرعونيه عامه يعني. كده ممكن تتخطر؟ مش حاجه. هي مش حاجه طبيعتها يعني، بس يعني لا خليها ما تلاقيش. هي ليه الناس بتخاف من ده؟ يعني هي الناس بتاخد يعني فال ان هي فال شؤم وحاجات كده. لا هي البومه مش كده، هي اساسا هي فال شؤم، لان هي بتعيش في المناطق الفرعونيه، في الحاجات القديمه، فبياخدوها بالفال ده، او في الحتت اللي هي فاضيه مثلا او كده. لكن هي بره بيقدسوا البومه دي. في انواع ثانيه منها؟ في انواع كتير. البومه 20 نوع عندنا في مصر. في مصاص وفي مقرنه وفي مقوي كده. هي مقوي دي على البومه؟ كنتش اعرف المقوي دي بيروح على ايه؟ لا دي نوع مبورك من انواع البوم، اسمها مقوي. والمصاص الاولانيه دي؟ في المصاص اللي هي بتمص الفئران، يعني بتمص دم الفئران، بتمص دم الحيوانات، حاجات زي كده. مش البني ادمين يعني، ما تلاقيش. تعالى اتفضلي. بص ما تلاقيش والله، ما في اي حاجه خالص كده، لان كل حاجه متامن عليها. ما تلاقيش. دي اسمها البايتون البينو. ده عيله من عيله البايتون. النوع ده اساسا مش موجود في الطبيعه كلون. ده عمليه تهجين، عمليه تلقيحات بتتعمل بره في امريكا. امال هو اصلا لونه ايه؟ ده اصلا لونه بتاعه ازرق.
اصل اللون بتاعه، لكن ده النوع معروف ان هو بايت الالبينو حتى في بلاده في امريكا نادر جدا. هو حاسس دلوقتي بيها يعني؟ كل حتى كل حاجه، كل التعابين بتحس بالدوره الدمويه، بتشوف الاشاره الحمراء وعايز ياكل. بياكل فراخ، بيحطوا فرخه كده 2 كيلو 3 كيلو. لا بجد؟ على طول والله. ارنب. يعني دي وجبه بالنسبه له ولا؟ ده وجبه كل اسبوع في الشتاء عامه كل اسبوع بنحط الوجبه، لكن في الصيف يوم 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 يوم. يعني هو اكل قليل؟ لا ده كل يوم بياكل، يوم ياكل فرخه 2 كيلو. يعني برضك. وبعدين الحجم ده عامه هو بيوصل اكبر من كده ب 2 متر كمان، 3 متر، بيوصل لحد 6 متر 7 متر الطول بتاعته. ده 4 متر ونص 5 متر. انت بتقولي بقى هو متهجن يعني؟ عمليه تلقيحات، دي بيعمل تلقيحات. بالظبط، لكن اللون ده مش موجود في الطبيعه عامه خالص كنوع من انواع البايتون. هتشوف طبعا انواع البايتون دلوقتي مختلفه ثانيه لونها مش زي كده خالص. وجسمه بينزل مسحوب على الديل بقى رفيع. بالظبط كده. انت لو عايز تمسكيه ما بيعملش اي حاجه خالص يعني. مش بالفعل والله. بصي يعني، بصي حضرتك، بصي يعني انت لو تاتش حتى واحد بسيط بالفعل والله ما هتلاقي. طب جرب. ده دماغه بعيده خالص. طب ما هو الديل لا ما فيش حاجه خالص والله بالفعل يعني. بص جربي. هو مش حاسس اصلا ان احنا خالص والله صدقيني يعني. طب بص هو راسه هي اللي فيها راسه هي اللي فيها الخطوره كلها. لا تعالى بس احنا هنشوف من بره احسن. اقفل. بص دلوقتي راسه هي اللي فيها او اللي بيبقى النبات هي اللي فيها دي ده غير سم. ده عيله البايتون كلها غير سم خالص. هي كلها بتعتمد على العصر. ما انا اقول لحضرتك عايز ياكل جعان. طيب يعني لو احنا يعني اتخلصنا من الراس، الديل برضه يلعب او يتحرك او اي حاجه خالص والله. انت لو حسيت عليه ولمستيه بالفعل والله ما في اي قرف خالص. وجربت؟ لا مش هنروح نشوف حاجه ثانيه. اتفضل حضرتك. اوديك عند طبعا اخطر انواع الزواحف، مش هنقول في مصر، هنقول اخطر الزواحف في العالم كله عامه، اللي هي الكوبرا المصريه. طبعا الكوبرا المصريه دي مشهوره على المستوى العالمي كرمز من يعني رمز فرعوني طبعا. والملكه كليوباترا طبعا انت تعرف ان هي توفت بالكوبرا. لان الكوبرا السم بتاعها بارد. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو عضت اي انسان ما بيشعرش باي الم خالص. خالص يعني انه هي خطر يعني. عندنا احنا الست التعابين اللي هم سامين في مصر، الخمسه التانيين السم بتاعهم حار جدا. يعني يحس بيه يحس في اثناء مطر الجامد اللي هو يقدر يحددوه. لكن الكوبرا ما بيتحددش. عشان كده مسمينا لكن هي يعني مش زي الانواع الثانيه من التعابين اللي ممكن يتاخد الترياق بتاعها ويتعالج. لا بيتاخد منها بس صعب جدا ان احنا ده في ثلث ساعه. هي ثلث ساعه. فالمشكله احنا عندنا في مصر هنا ما فيش في المستشفيات كلها متخصصه، ما فيش الا الدمرداش. وبعدين الدمرداش عندها اللي هي بتقدر تحلل الدم وتعرف اذا كان الانسان فعلا معضود بالكوبرا او مش معضود. لكن المستشفيات الثانيه بتطلع اي مصل وتدي للمعضود. هي ليه عامله يعني؟ هي كده بتعمل عمليه كده وسيله الدفاع بتاعتها اللي هي كوبرا مصر، كده وسيله الدفاع. يعني بص حضرتك لو دي بتتحرك طب بصي طبعا الدوره الدمويه نفسها هي كل تعابين. يعني انت دلوقتي على الازاز كده هي حاسه هي ما بتشوفش، مش هي شايفانا كده كتله دم على بعضيها. بتشوف بالاشعه تحت الحمراء، ما بتشوفش زي ما احنا شايفين بعضينا. بتشوف هل من الانسان من جوه، وبتطلع نسبه السم اللي الانسان على الارض، وبتقدر تحدد قيمه وزنه من على الارض قد ايه. كان وزنه مثلا 100 كيلو 200 كيلو الجرعه السم قد ايه اللي ممكن الانسان دي يستحقها. هي بتطلع له جرعه السم على قد الدوره الدمويه اللي شغاله من الداخل. لانه بيشوف الدوره الدمويه ما بيشوفش من الخارج، بيشوف من الداخل الانسان. ولا ايه؟ طبعا من جدا جدا من جامد جدا ما تلاقيش. مش اي حاجه خالص. فدي العلامه بتاعتها عشان اي واحد يشوفها ويعرف ان دي الكوبرا المصريه. تعرف ان دي الكوبرا. هو التعبان الوحيد اللي في مصر بحالها اللي بيعمل كده هي الكوبرا المصريه. ايوه بس هي لما تعمل رقبتها كده يبقى هي هتهجم. خلاص كده وسيله. ايوه بالظبط كده خلاص وضع استعداد للعض مباشره. انت لو حطيتي ايدك على الازاز ده ازاز ما تخافيش. لا ما راحتش معايا. ايه؟ لا عرفتهم منين ان دي الميل دي شغلانتنا ورا صمم عن جدا. الاجداد نفسهم والابهات علمونا حاجه زي كده. مش باين فيها علامه واضحه يعني. لا في علامه واضحه، بس انا طبعا بخصوص من كتر الخبره يعني في علامات يعني الباحثين بيعرفها، لكن انا خلاص من كتر الخبره حتى انا من القطر نفسه بتاع التعبان بعرف اذا كان ذكر او نتايه، اذا كان في بيض او ما فيش بيض، ده كله من على الارض. بس هو ممكن في صندوق واحد زي كده يعيش نوعين مختلفين؟ يعيش لا مش نوع مختلفه. التعابين العاديه اللي هي غير سامه يعيش اكتر من كذا نوع. لكن التعابين السامه كل نوع مع نفسه. يعني يبقى هنا بس كوبرا بس او نوع تاني؟ بالظبط كده. هنا الكوبرا هنا الطريشه كده. استاذ محمد ده ايه في الحوض هنا؟ ده موجود تماسيح اللي هي ولدت السنه دي، هو الفأس بتاع السنه دي اساسا. ده الفيكس بتاع السنه دي طالع السنه دي.
دول الصغننين اللي هم اولاد اللي بره اللي احنا شفناهم في الاول الولاد اللي خالص. بره بالظبط كده. ده كده عمرهم قد ايه؟ ده عمرهم بالظبط كده يعني 8 شهور. يعني انت مثلا المعاملات بتكبر جدا. امتى الصغيرين دول بقى يخرجوا مع الكبار اللي بره؟ يعني عندهم قد ايه؟ يعني كمان كده سنتين كده. حلو ده يا استاذ محمد. ده اسمه ثعلب الرملي او بنسموه الفنك. ده نوع من انواع الثعالب. الثعالب. ولا مستورد؟ لا ده موجود في مصر، موجود في سينا. موجود في صحراء سينا. ونوع من انواع الثعالب اللي هم النادره. الحاجات اللي برضك نادره في مصر جدا عشان ما عندها فيتامين. وبرضه بتطلع فار؟ بتطلع فار. يعني انا هطلع لحضرتك دلوقتي يعني حاسسها امان مش زي التعبان. لا لا خالص، ده حاجه بريد. بس حضرتك خلصتها؟ خلاص بقى، خلاص كده انا همسك الدنيا. لا ما بلاش راسي ناحيتي اهو، ما انا جرسته خالص بايدي خالص حضرتك والله. لا ده فرو بتاعه جميل جدا والله. بس هو هادي كده علشان انت خلاص ماسك راسه؟ خلاص. لا عشان انت ماسك راسه. لا هو طبيعته هادي، هو طبيعته هادي، بس هو طبعا في اثناء المسك بس بيبقى شادد شويه. هو دايما بتبقى ودانه كبيره كده ولا عن النوع ده؟ لا هو النوع ده مختلف شويه. ده عمره قد ايه يعني بيعيش شويه؟ يعني ده عمره بالظبط 3 سنين. بس يعني عمره المعمره بتاعته يعني 10 سنين. عامة كل انواع الثعالب والديابه والفنك والحاجات دي كلها. بس مش لاقيين. دي الإجوانا اسمها الإجوانا الأمريكية. دي آخر عيلة لقيت الديناصور على الأرض، موجودة في أمريكا. وعيلة نادرة جدا. انقرضت خلاص. هي انقرضت بالفعل، بس دي آخر عيلة العيلة بتاعتنا. دي معمول عنها كتب في أمريكا، وطبعا هي من أكلات الخضروات، بتاكل خس وبتاكل تفاح. حاجات حلوة يعني، وبعدين بريدنج خالص، ما بتعملش أي حاجة خالص. شكلها هادي قوي. أنا طلعت حضرتك تلمسيها كده لا أشكرك، كفاية عليا الثعلب. ده حضرتك لازم تاخدي معلومة عن كل حاجة. لا بس جلدها. ما أنا عايزة حضرتك تلمسي جلدها، ما تعملش حاجة خالص. اجربها حضرتك. خليها مرة تانية. صدقيني بالفعل والله ما تخافي. لا استنى عشان انا في حاجة شداني بجد قدام. ده اللي ده خطر. بجد؟ والله. لا انا بحب الخواطر. بحب المخاطرة. ده ايه بقى؟ ده اسمه الورم النيلي. ده اللي بيسموه عروسة البحر او عروسة النيل، لان ده بيكبر لحد 3 متر وبياكل الاطفال اللي هم كانوا بيستحموا في النيل. فيقول لك مثلا عروسة النيل خدت الطفل، هو ده المقصود ان هو ده عروسة النيل اللي هو الورم النيلي. انت بوظت لي تصوري عن عروسة النيل. لا هي دي عروسة النيل خالص. لا عروسة النيل كانت بديل وحلوة كده. لا ما هي دي برضك. لا دي لا. ده بتجيبه طيب من اسوان برضه؟ بيجي من اسوان بحيرة ناصر. بس منتشر عامة في النيل عامة يعني. بس يبدو كده بقى ان هو شرس جدا يعني. لا مش هو شرس، بس يعني ايه؟ يعني احنا بنعرف نتعامل معاه، بس هو غير سام. يعني غير سام ما يموتش. خطر يعني، واضح ان هو عنده اسنان قوية. طبعا عدته جامدة جدا يعني، عدته بالبطر على طول، لو قطع مثلا مسكه في الصباع ما يسيبوش لما يقطعوا خالص. انا كنت سامعه كمان ان صوته عالي قوي يعني. صوت اللي هو صوت عامه، صوت كلها صوت الفحيح يعني. صوت صوت الزواحف عموما يعني. دي الاناكوندا. هنا تشكيل. ده تعبان الاناكوندا، طبعا معروف الفيلم الاناكوندا وقصه الاناكوندا وحياه الاناكوندا. بس ده في الفيلم كان لا ما هو ده لسه صغير، ده حتى بريدنج كمان، ده بيطلع بره خالص ما بيعملش حاجه خالص. اطلع لحضرتك؟ لا ما تطلع والله ما بيعمل حاجه خالص بالفعل. وعارفه بيعمل ايه. لا اللي شفتيه في الفيلم غير اللي هتشوفيه عندنا، احنا عندنا فيلم تاني. بس الاناكوندا مش مصري صح؟ مش امريكي خالص. مش والله هادي جدا يعني. انا هطلع لحضرتك دلوقتي ولا الدموع خالص. استنى ما تخافيش والله. استنى قبل ما تتهور وتطلعها. جوه في انواع تانية. انا انواع تانية، انواع عيله البايتون برضك، كلها حاجات صغيره لسه. لسه موجود فاس عندنا بس الاناكوندا من النوع السام ولا من النوع اللي بيعصر؟ كل عيله البايتون كلها عيله غير سامه. ده من البايتون برضه؟ كل عيله البايتون غير سامه. فطبعا حضرتك ما تقلقيش. لا معلش، الله يخليك الله يخليك، خلينا نشوف حاجه ثانيه. اتفضلي حضرتك. اتفضلي حضرتك. هوريك نوع، بس قبل ما اوريك حاجه عايز اعرف يعني ايه، يعني احنا ازاي بنعرف نحبب الحاجات او نحبب الاطفال في حاجه. هوريك حاجه بسيطه كده يعني. يلا يا اسماء هات الحربايه يا ماما. هات الحربايه يا ماما. حربايه ايه؟ لا هي متربيه على كده وعارفه ايه يجيب ايه. اسماء صغنونه خالص. لا ما عندناش حد صغير، عندنا اصغر من كده كمان. هات يا حبيبي.
لا وماسكاها لا بمنتهى ما هي عارفه الثقة، مفيش اي عارفه ان هي غير سامه، وعارفه ان هي ما بتعملش اي حاجه خالص. دي الحربايه اسمها الكاميليون. دي طبعا بتتلون كذا لون، وطبعا يتعمل على هي عينيها. امتى بتلون؟ هي بتغير على حسب البصي حضرتك، بص هتقلب باللون الاسود، هي طالعه خضراء هتبتدي خلاص بقى تخش في هي قلبت اسود علشان مثلا هدومك عشان الجاكيت بالظبط كده، عشان اقرب حاجه ليها. دي اتعمل على عينيها الرادار بتاع الطيران، لان هي بتاخد 360 جرده مئويه، لان حضرتك بتبص من كل اتجاه، بتشوف من ورا ومن قدام ومن وش. وايديها، بص ايديها عامله كده. ممكن حضرتك تاخدي تاتش. لا مش ارجوك انا شفت الثعلب وشفت كل حاجه النهارده. لا لمسه واحده من هنا. استنى بس استنى. طب هي دلوقتي يعني اسماء لو خدتها هتقلب مثلا اورنج لون هدومها مثلا؟ هتبتدي تغير بقى خلاص، ده بصي بتطلع من الاسود. بتسحب واحده واحده. واحده واحده. عندنا الاولاد كلهم متربيين على كده، وعارفين ايه اللي هو ايه السم وايه اللي غير سم، حتى في الطبيعه، حتى هم في المدارس كمان يعني كلهم. فعارفين حتى في المدرسه لو لقوا حاجه في المدرسه بيمسكوها. لكن اسماء ما بتخافش منها خالص، عندهم الحمد لله يعني، وعارفين ايه السم وايه اللي غير سم، وعارفين كل انواع التعابين المصريه واللي بتيجي من بره، لان كل ما بنيجي نجيب حاجه بنبتدي نقعد الاطفال ونبتدي نعلموهم ده بنستخدم من الحته الفلانيه، ده غير سم، ده بيجي من الواحات، ده بيجي من سينا كده. هو الحربايه انتوا جايبينها منين؟ الحربايه منتشره في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه عامه، لان هي بتعيش في المناطق الزراعيه عامه. انا عايزين نشوف التعبان اللي هناك. شكرا يا اسماء. اتفضل. شكرا. انت شطوره عني، انا كنت خايفه منها بصراحه. اتفضل حضرتك. استاذ محمد، قبل ما نشوف التعبان ده عايز اسالك على حاجه كان المفروض اسالك عليها من بدري الحقيقه. حكايه الرفاعيه دي لما حد بيدخل في بيته تعبان ويجيبوا حد يطلعه، الرفاعي بيبقى دوره ايه في المساله دي؟ ده واحد نصاب خالص، مالهاش علاقه بالتعبان او من اول فعلا والله، دي مهنه. دي ما بلاش، ما في الرفاعي ده شخص كان شخص عابد لربنا سبحانه وتعالى وخلاص على كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما اداش علم لحد. يعني انا واحد يخش مثلا عندي يقول لي بيتك فيه تعبان، انت مش عارف ان بيتي فيه تعبان. ايوه يعني شافه في حته، هيطلعه ازاي؟ طب ماشي شافه ايه؟ انا شفت تعبان في بيتي، هو يجي بيقول لي من بره انا عندك بيتك فيه تعبان، ايش عرفه ان بيتي فيه تعبان؟ ايه الوسيله اللي عرفته بيها؟ يعني ربنا ما اداش علم لحد، وما حدش. انا لو كان في واحد بيعرف ان في تعابين هنا كنت جبته في الصحراء معايا وخدته وردت معاه مصر الوقاح واستدرت بره. لا بس بيبقى في البيوت المهجوره مثلا او كده موجود في كل مكان فيه تعبان، في اي مكان فيه فار فيه تعبان بطبيعه، لان الفار لازم تعبان يجي عشان ياكل. لكن مش كل انسان يخش المكان. هو ده بياكل فئران برضه؟ ده بياكل فئران. دي بيعملوا قناه. طب جبتوا فئران دي منين؟ احنا بنعمل مزارع فئران هنا للبحث العلمي، للصيدله والعلوم والحاجات دي، الطب البيطري وكده كله. فبناخد منها برضك للاكل التعبين. ما ينفعش نجيب فئران اللي هي بره بتاعت الشوارع، لان شايله حمله امراض وطاعون وحاجات زي كده. ده مش مصري أصلاً. لا خالص، ده بيجي من امريكا. اسمه تعبان بايتون سجاد، الاطوال بتاعته بتوصل لحد 3 متر، لان نفس لون السجاد، لان انت حضرتك نفس النقراشه بتاعته بتدي للسجاد يعني. هو دايما لونه كده درجات البنيات دي مع بعض؟ البنيات بتاعته موجوده فيه. انا متشكره يا استاذ محمد. متشكره يا فندم. يعني انا قضيت يوم النهارده مرعب الحقيقه. لا متشكره قوي. حضرتك هنديكوا الهديه بتاعت التعبان وانت ماشي. هديه؟ لا انا اشكرك، انا اسلم عليك وامشي. شكرا جزيلا. كان يوم مرعب الحقيقه، بس عرفت منه شويه معلومات حلوه قوي. يا ريت يكون حضرتك استفدت من الموضوع. اشكرك شكرا جزيلا، شرفتني. هل الخوف من التعبان غريزه في الانسان توارثناها من زمان؟ المهم اننا صورنا حكايه بدات بكان يا مكان كان هنا في تعبان.